بقى معقول يبقى عندي الجمال ده والعظمة دي في بيتي طول السنين دي كلها وأنا معرفش؟ بجد أنا اتصدمت من النتيجة، مع إن أنا أكتر واحدة بحاجة للماسك ده. الماسك ده رهيب، الماسك ده هيخليكي ترجعي 10 سنين ورا. بجد والله العظيم حاجة كده فعلا تستاهل ان انتي تجربيها ومش هتاخد منك اي حاجة، لان مكوناتها موجودة في البيت. لو أول مرة تتابعيني أنا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو، لايك وشير للفيديو وتعالي نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. الماسك بتاع النهاردة عبارة عن مكونين اتنين بس، رز والبان دكر. بس يعني لو هتتكرمي كده تشتري ب5 جنيه لبان دكر من عند العطار، ب5 جنيه بس لبان دكر بس يكون مر. دي أول حاجة معانا. لبان الدكر ده يعني اللي ما يعرفوش ان هو كنز، مواصفاته ومميزاته كتير جدا جدا جدا. من اهمهم بقى انه بيعالج امراض كتير قوي، وتاني حاجة فيه نسبة كولاجين عالية جدا جدا للبشرة، احسن من الكولاجين الصناعي اللي احنا بنجيبه او اي حاجة عامة يقولولك عليها ان هي للبشرة وكولاجين ومعرفش وايه وتبقى صناعي. بجد ما انصحكيش بيها، مفيش احسن من المواد الطبيعية اللي ربنا خلقها بجد والله. الماسك ده انا جربته بقالي اسبوع ماشية عليه، فرق معايا جدا جدا جدا، لان انا واحدة بتعاني من اثار حبوب الشباب لحد دلوقتي. وكمان انا عندي الهرمونات بتاعتي فيها لخبطة شوية بسبب حبوب معينة انا باخدها، فدايما تلاقي فيه اثار حبوب، فالحاجات ديت عايزة حاجة تكون بتحاربها عشان ما تعلمش في وشي. فالماسك ده رهيب رهيب رهيب، انا حسيت بفرق رهيب من اول اسبوع استعملته. انا بستعمله كل يوم بالليل. تمام، فتعالوا نشوفوا هو عبارة عن ايه وهقولكوا هنستعمله ازاي. اول حاجة هنجيب ب5 جنيه لبان دكر، وعليهم بالظبط نفس الكمية يكون قدهم رز الابيض بتاعنا ده، بس ما يكونش مغسول طبعا. واهم حاجة بقى في الوصفة ديت ان احنا هننقعه بس في مية فترة من الحنفية، اوعي تحط عليها مية سخنة. المية السخنة بتضيع كل الفوايد اللي في اللبان الدكر. تمام، ومش هتستفيدي بحاجة غير ان انتي بتحطي ماسك وخلاص على وشك. لا، المفعول بتاعه عايزينه يكون يعني 100% بيرفكت بجد. فهنسيبه براحته، كل حاجة لازم تاخد حق برضو راحتها في النقع. فاحنا هنسيبه بالمية الفترة ديت، الرز واللبان الدكر مع بعض في نفس الكوباية، ومنكترش المية برضو، مقدار المية يكون ايه، متوسط كده ما يملاش الكوباية. نقلبهم كويس ونسيبهم من 4 ل5 ساعات، ويفضل تسيبيه يوم كامل، يعني اعمليه النهاردة واستعمليه بكرة. فانا عشان برضو عايزة اوريكم النتيجة وعايزة اوريكم شكل الكريم ومستعجلة طبعا على الفيديو، فانا هنقعه 4 او 5 ساعات، انا نقعته حوالي 5 ساعات بالظبط. هغطيه بقى كده واسيبه، والمية تكون بدرجة حرارة الغرفة اللي انت فيها، مية فترة. تمام، ونسيبه بقى 4 5 ساعات ونغطيه كده، وارجع لكم تاني بعد ما نقعته ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى أنا بوريكوا بعد ما نقعته 5 ساعات ده شكله، يعني شايفين نزل كل المية المادة اللي فيه، فبقى أبيض خالص زي النشا بالظبط هو والرز. تمام، فكده المية بتاعتهم هنبدأ بقى ان احنا بدل ما نصفي على طول، لا احنا هنضربهم في الخلاط. ليه؟ علشان نستفاد من كل حاجة فيهم، يعني ما نسيبش حاجة خالص، ناخد كل حاجة. تمام، هنبدأ بقى ان احنا نضربهم كده في الخلاط كويس، وبعد كده هنسيبهم ينضربوا دقيقة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نصفيهم. دوري بقى على اي حاجة تكون زي مثلا الشاشة، احسن من المصفى 100 ألف مرة. تمام، اي حاجة ضيقة جدا جدا جدا. انا فكرت في فكرة حلوة قوي، فكان عندي شراب ده نايلون جديد. تمام، بدأت ان انا اجيب فردة منه. بدأت ان انا بقى ايه اصفي فيها الصراحة، ما صفيته بطريقة اجمل من اي شاشة بقى ومن اي مصفى ومن اي حاجة، بس يكون جديد يعني. تمام، هبدأ بقى ان انا اصفي فيه كويس. شايفين بقى بينزل لي الكمية عاملة ازاي؟ طبعا هو قدامكم كده ابيض اهوت بسبب النشا اللي في الرز. تمام،
يعني بسبب مَيّة الرز دي. وطبعًا أنا باوريكوا هنا أهوّة بعد ما صفيت وخدت كل اللي فيه، بقى دلوقتي ناشف خالص، بقى ده اللي فاضل، دي بقى خلاص نرميها مش عايزينها. تمام. بس لما ضربته في الخلاط كده أنا خدت كل المكونات المفيدة اللي فيه، مسيبتش أي حاجة بقى غير الحاجات الناشفة دي خلاص بقى تتصفى وتترمى. هابدأ بقى إن أنا أجيب حلة صغيرة أو أي حاجة صغيرة وأبدأ أنزل فيها السائل ده وأبدأ أحطه على نار هادية جدًا وأقلب باستمرار. نفضل حاطين إيدنا في المعلقة في الحلة منسيبهاش خالص عشان خاطر ميكتلش مننا. برضه هنفضل على نار هادية خالص كده ونقلب نقلب لحد ما يتقل معانا ويبقى بالشكل ده. تمام. كده بقى كريمي خالص. هنبدأ إن احنا بقى نحطه في بولة ازاز أو أي بولة بحيث ان هو يبرد تماما. وبعد كده أي علبة عندك تبدأي ان انتي تحطيه فيها وتقفلي عليه كويس وتبدأي ان انتي تعينيه في التلاجة هيقعد معاكي فترة طويلة جدا. تمام. لو عايزة تفضلي لحد هنا تمام اوكي. أحسن كريم بجد تفتيح رهيب رهيب رهيب. بيفتح. بيشد الوش جامد لو في تجاعيد. بيتحط تحت الهالات تحت العين للهالات السودا بيفتحها وبينعم البشرة جدًا. تمام. لو انتِ بقى عايزة تضيفي أي مكونات تانية زي مثلًا زيت الصبار، زيت جوزة الهند، زيت الزيتون، أي زيوت عايزة تضيفيها براحتك خالص. هي مجرد إن انتِ بترطبي مش أكتر. إنما أنا مستفادة أوي أوي بالكولاجين اللي في لبان الذكر وفي مادة التفتيح اللي في اللي هو النشا اللي في الرز. تمام. مش عاوزة أكتر من كده. عايزة انتِ تضيفي حاجة تانية بقى للتنعيم اللي هو ترطيب حطي. أنا بقى نسيت أقول لكم إن أنا في الآخر بقى أنا استكفيت أولًا بده بس، مش هاحط أكتر من كده. يعني أنا باقول لكم لو عايزين تحطوا بقى زيت جوزة الهند وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت الصبار والّا اللي انتم عايزين تحطوه حطوه. تمام. هو مجرد الزيوت اللي هتتحط دي إن هي ترطيب. إنما أنا محتاجاه كتفتيح وفي نفس الوقت بقى لو عايزين تفتيح للبقع وللأماكن الداكنة وللشد. تمام. عايزة بقى انتِ تحطي أي حاجة تانية حطيها. أنا بقى حطيت بعد ما فصلت الفيديو نسيت خالص إن أنا عندي عسل أبيض عليه حبة البركة. تمام. عسل حلو أوي. بدأت إن أنا أحط أنا استعملت وحطيت معلقة يعني مش كبيرة معالق الأكل كده خدت نصها أو معلقة كبيرة من معالق الشاي. بدأت إن أنا أضيفها على الكريم بتاعي ده وبس بعد ما برد تمامًا وقلبته كويس وعينته بقى في التلاجة واستعملته حطيت ماسك على وشي شد جدًا وجميل أوي أوي وفي نفس الوقت لما تغسلي وشِك هتلاقيه مرطب وشِك حلو جدًا. فأنا استعملت بدل الزيوت ديّة حطيت معلقة عسل أبيض. بس العسل بتاعي مختلف شوية إنه عليه حبة البركة. مطحونة برضه يعني سايلة كده. تمام. وبس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم وأتمنى لو الفيديو عجبكم لايك وشير الفيديو بقى لو عجبك ويا رب أكون فدتِك بجد في الفيديو ده. لازم تجربيه استحالة هتندمي وهتدعيلي كمان. وشكرًا.